رقم واحد، لأن 90% من العلاقات ليها علاقة بالسوشيال ميديا، فعايزك تظهر على السوشيال ميديا إنك بخير، بتضحك وبتهزر بشكل عادي وإن أمورك وحياتك مستقرة. يعني بلاش تحط حالات أو ستوريات فيها كلمات جرح وحزن، وما تحطش أغاني حزينة، بل بالعكس تعايش على السوشيال ميديا بشكل طبيعي يبان فيه إنك فرحان ومبسوط كمان. رقم اتنين، عايزك تهتم بمظهرك، بصحتك، بشكلك، لازم يبان إنك كويس ونفسيتك كويسة وعايش حياتك بشكل طبيعي. ده هيخلي الطرف التاني يعرف إنك أنت أقوى منه، وإن خروجه من حياتك ملوش أي قيمة ولا فارق معاك ولا أثر عليك. ده برضه يخلّيه في حالة من عدم الفهم، إنه إزاي أنت ما حسّيتش بفراقه، ولا إنّك تعبت من بُعاده. رقم 3، هيندم عليك أكتر لمّا يحاول يعرف أخبارك ويلاقيك دايمًا كويس، وأي حد بيسألك عن صحتك وأحوالك من أصدقائكم المشتركين، أنا عايزك ترُد عليه وتقول له إنّك في أحسن حال. وعلشان تعمل ده يبقى بطّل تشتكي، بطّل تقول إنّك تعبان من الانفصال، حتى لو أنت جواك حاسس إنّك تعبان ومُرهق نفسيًا. رقم 4، أنت لو في مرّة صادفت الإكس واتكلمت معاه، اوعى تفهّمه أو تقول له إنه ظلمك وإنه قد إيه هو جرحك، بالعكس أنا عايزك لو صادفك وقابلته وقفت تتكلم معاه، تفكّره بالأيام الحلوة اللي كانت ما بينكم، لإن ده شعوريًا هيخلّي الإكس يفتكر الأيام دي، ولا شعوريًا يحن ليها كمان. وأنت لمّا تفكّره بالوقت الحلو ده، قُل له كانت أيام حلوة، بس أيام وانتهت. هنا أنت تاني بتثبت له إنك أنت أقوى منه، وإنك قادر تفتكر الوقت الحلو وما فرقش معاك جرحه ولا خروجه من حياتك.